حبيباتي ان شاء الله تكونوا بخير. وقت اللي يوصلكم هذا الفيديو مرحبا بكم عندي في القناه. نرحب بلي زابوني جدد اللي انضموا الينا. نقول لكم مرحبا بكم. نرحب بلي زابوني القدام نقول لكم دمتم اوفياء القناه. بما انه حبيباتي البيض راهو غالي جبت لكم وصفه البسبوسه بدون بيض. اكدوا لي عليها بدون بيض. تجي بزاف بنينه وتجي طريه تذوب في الفم وتجي معسله حتى لداخل. تابعوا معايا الوصفه. هنا حبيبتي اولا نبداو بالشربات اللي راح نسقو بها هاد البسبوسه تاعنا. عندي هنا كاس تاع ما، عندي هنا كاس يعني الا ربع تاع السكر باش ما تجيناش يعني حلوه بزاف. وهنايا كنت عصرت البرتقال، درت كاس تاع عصير البرتقال. هنا البنات نخلطوهم مليح مليح ونديروها على النار. نقارعوا لها كي يبدا يغلي الخليط تاعنا. نحسبوا له 10 دقائق ونطفو. لازم هنا الشربات تاعنا تكون بارده، سي بوغ سا انا بديت بها هي الاولى. نخلطوا مليح السكر حتى يذوب لنا ونديروها كما قلت لكم فوق النار. بعد ما يبدا يغلي، راني نعاود في الهضره، بعد ما يبدا يغلي نحسبوا له حوالي 10 دقائق ونطفي ونخلوها تبرد. هذه هي الشربات تاعي. اذا بغيتوا الشربات تاعكم تجيكم حلوه عمروا هذاك الكاس تاع السكر. نجو هنايا العجينه. هنايا عندي كاس الا ربع تاع سكر. شوفوا، كاس الا ربع تاع سكر، كاس الا ربع تاع زيت. هنا عندي نص كاس تاع حليب. اذا كان متوفر عندكم الياغورت كيما هكا الذوق اللي تبغوا ديروا بو تاع ياغورت وديروا نص كاس تاع حليب. اذا ما كانش متوفر عندكم الياغورت ديروا كاس الا ربع تاع حليب. هنا عندي كاس معمر تاع سميد متوسط، وعندي كاس الا ربع تاع سميد تاني متوسط. الباقي راح نعمره بنوات كوكو دوك تلاحظوا معايا. وعندي هنايا كاس تاني ماشي معمر تاع عصير البرتقال. كنت عصرت البرتقال اللي كان عندي قشور البرتقال، وعندي باكي ونص تاع خميره كيميائيه. راح نبداو هنايا في التحضير وراح راح نعاود لكم المكونات. كاس الا ربع تاع السكر، كاس الا ربع تاع الزيت. نخلطوهم مليح. ملاحظه، تبغي تخلطيهم بالخلاط تبغي تخلطيهم يعني بيدك. انا خلطت بالفو يعني عادي. هنا راح ندير نص كاس تاع حليب. اذا ما كانش عندك الياغورت ديري كاس الا ربع، يعني ماشي شرط الياغورت ماهوش شرط. نخلطوا الخليط تاعنا مليح البنات ونضيفوا البو تاع الياغورت الذوق اللي تحبي. انا نورمالمون ندير فاني، ما كانش عندي فاني درت ذوق الفخاز. يعني تقدروا البنات تستغنوا على الياغورت وتعوضوه بربع كاس تاع حليب. البنات زعما هاد البسبوسه تجي بنينه 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 بنينه، تجي روعه وتجي خفيفه تذوب في الفم. نعطيكم تاني ملاحظه على السميد. السميد ماهوش رطب وماهوش الخشن، يعني السميد متوسط كما راكم تلاحظوا معايا. نضيفوا تاني قشور البرتقال. وهنا هذاك الربع تاع الكاس تاع السميد راح نزيد نعمره بلا كوكو. شوفوا البنات، اذا ما كانش عندك نواه كوكو تزيدي تعمريه بالفارينه حوالي ملعقتين. شوفوا الملعقه الاولى تاع نواه كوكو راح نزيدوها الملعقه الثانيه. اذا ما كانش متوفر عندك نواه كوكو ديري تكمليه بالفارينه حوالي ملعقتين، ماشي شرط ثانيه. ونديرو باكي ونص يعني حوالي 15 غرام هكا تاع خميرة الحلويات. الكيس تاعنا فيه يعني يوزن 10 غرام، باكي ونص حوالي 15 حتى 16 غرام يعني عادي. شوفوا هنا نخلطوا الخليط تاعنا مليح حتى يتجانس وهذيك الخميره تدخل لنا مليح مع المكونات. راح نخلطه مليح ونخليه يرتاح حوالي 10 دقائق. شوفوا هنا راه يبان لكم سائل، لا ما تخافوش باسكو السميد راح يشرب. نخليه يرتاح 10 دقائق ونعاود نرجع معكم. شوفوا هنا البنات الخليط تاعنا يعني بدا يثقال شويه. نجيبو السنيوه تاعي ونكون دهنتها بالزيت
وتكونوا شعلتوا الفرن تاعكم، يعني قبل ما تبدوا شعلوا الفرن تاعكم يسخن. هنا الفرن على 180 درجة، انا نشعل عليها من التحت، نخلي حتى هادوك الحواف تاع البسبوسه تاعنا نشوفوهم حمارون مليح يولو بيان دوغي. طفوا من التحت وشعلوا من الفوق تتحمر لكم البسبوسه تاعكم. ومدة الطهي يعني كل وحده والفوق تاعها انايا طابت لي في 30 دقيقة. قد تشد معاكم حتى ل 35 دقيقة كما قلت لكم ولا قل، يعني كل وحده والفرن تاعها. شوفوا هنايا بعد ما طابت لي ويعني ولات بيان دوغي. هذا الشربات تاعي بعد ما طاب وجد وبرد، يعني ملاحظه الشربات يكون بارد والبسبوسه تاعنا تكون سخونه. نسقوها مليح ونخلوها تتشرب يعني على خاطرها. راح نعطيكم تاني ملاحظه واحده اخرى البنات، هاد البسبوسه تبغي يعني تتشرب مليح، على الاقل تبيتوها يعني ليله، واذا بغيتي دي كما نقولوا تقهوي بها حشيه ديريها الصباح. لازم على الاقل تقعد ساعتين ولا 3 سوايع ترتاح. هنا راح نزينها بهذا البرتقال وراح نزينها بالكونفيتور ولا نوع كوكو. التزيين هنايا يبقى اختياري، زينين بالشيء اللي يكون عندك في الدار، بصوالح اللي يكونوا عندك في الدار. اذا بغيتوها بالذوق تاع السيترون يعني ذوق الليمون، ديروا نفس الوصفه، يعني عود ما ديروا كاس تاع برتقال تاع عصير البرتقال ديروا كاس تاع عصير الليمون. الكونفيتور هنايا يعني نديروا طبقه رقيقه برك، يعني بريسك يعني غير ندهنوها حاجه خفيفه. وراح نزينها هنايا تاني بالمات كوكو ونقسمها معاكم وتشوفوها كيفاش جات من الداخل. يعني صراحه كل ما طول يعني البسبوسه تاعك في السنيوه وكل ما تقعد في السنيوه تاعها راح تزيد يعني تزيان وتولي يعني بنينه رائعه في المذاق. ننصحكم تجربوها حبيباتي وتمدوا لي رايكم في التعليقات كما العاده، يعني تعليقاتكم والله العظيم راهم يطلعوا لي المورال. شوفوا البرتقال هنايا كيفاش قطعته وزينته. شوفوا التزيين يعني يبقى عندكم، التزيين يبقى عندك، قادره ديري غير كونفيتور وخلاص. نتمنى منكم حبيباتي تجربوا هاد الوصفه، راني اكيد يعني سوري سيغتان ما راح تستغنوا عليها. بسبوسه بدون بيض رائعه بمذاق رائع. واذا وصلتوا معايا